السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. راجع لكم بقى النهارده في فيديو حلو قوي. طبعا مش هنتكلم عن الوصفة اللي فيه دي، احنا عملناها قبل كده، كفتة ومعروفة يعني الكل عارفها. جاي اقول لكم بقى ان الواحد كده ايه، زهق من البيت وعاوز يطلع كده يشم شوية هوا حلوين ويفسح الولاد، عشان الولاد بقى لهم فترة عمالين يقولوا ان احنا عاوزين نروح نتفسح وكده، او انا كمان زهقانة من قعدة البيت وعاوزين نغير جو وكده. فالنهاردة ان شاء الله هنمشي بقى، هنروح كده يومين كده نصيف ونيجي. فانا كنت دلوقتي بعمل كفتة عشان بقى ايه، انا مشيت في نفس اليوم اللي عملت فيه الوصفة دي، بس ما لحقتش انزل معاكم الفيديو. فجهزنا بقى شنطنا وجهزنا الهدوم وجهزنا حاجتنا ومشينا على طول في نفس اليوم ده، بس مشينا العصر. وصلنا المكان اللي احنا كنا رايحينه ده. آه وصلت الاول عند قرايبي، وبعدين رحت من عند قرايبي مع اخواتي. رحت بقى بلطيم، رحنا قعدنا هناك يومين ورجعنا تاني، لسه جايين امبارح. يعني الفيديو ده بينزل لكم كده بعده بيومين. تعالوا بقى نتكلم عن الوصفة الاول. انا كده معايا نص كيلو من صدور الفراخ مفرومه، وحطيت عليها بقى، جبت بصلتين كده كبار وقرن كده من الفلفل الالوان. حطيت بقى، جبت بصلتين مع قرنين فلفل كده حمر زي ما انتوا شفتوا، وفرمتهم كده في الكبه علشان نعمل الكفته دي بقى ناخدها معانا واحنا ماشيين. حطيت بقى التوابل بتاعتي، فلفل اسود وكمون، بهارات فراخ، شويه بابريكا، وكمان حطيت بصل بودره وثوم بودره، وقلبت كل الكلام ده كده مع بعضه. طبعا ما ننساش الملح ومعلقتين كبار من البقسماط، وقلبت كل الكلام ده كده مع بعضه، وركنته في التلاجة لمدة ساعة يتشمع كده عشان نعرف نصبحها مع بعض. مية البصل اللي نزلت منه دي طبعا مش بنرميها، حطيت عليها معلقة كبيرة من البابريكا كده، وببل ايدي منها واصبع الكفتة كده على المعلقة. ممكن لو عندك سيخ او عندك عصيان شيش طاووق دي ممكن تعملي عليها برضو. وبدأت بقى كده ان انا اصبحها زي ما انتم شايفين. ونسيت اقول لكم ان انا حاطه نص معلقه صغيره من البيكنج باودر علشان تخليها معاكي كده ايه، طريه وتبقى هشه كده وحلوه، ما تبقاش مكتومه. بدات ان انا اصبع كده زي ما انتم شايفين وارص في الصينيه كده. ابل ايدي من ميه البصل اللي حطيت عليها معلقه كبيره من الكركم، معلش اسفه، من البابريكا علشان تديلها لون احمر كده وحلو. وبدات ان انا اصبع كده الكفته زي ما انتم شايفين. كانوا شويه كفته بسم الله ما شاء الله، كان زي العسل، بالهنا والشفا للي كان منهم. زي ما انتم شايفين الكفته متماسكه وماسكه نفسها وزي الفل. كل ده بسبب ان احنا بعد ما عجناه، يعني احنا لازم تعجنيها عجنه كويسه وبعدين تدخليها التلاجة تتشمع بقى عشان تعرفي ان انت ايه، تتحكمي فيها وتصبعيها كويس. صبعت كل ما عملتش الكميه كلها، انا عملت نصها بس، ودخلتها الفرن زي ما انتم شايفين كده. وكنت حاطه معاها كده قرنين من الفلفل الحامي وبصلتين كده صغيرين. انا بصراحه ما حطيتهاش في الفرن، انا حطيتها على البوتاجاز من فوق كده. ولعت لها بقى فحمايه كده وخليتها بقى زي المشويه على الفحم بالظبط. شايفين بقى الجمال؟ دي مش كل الكميه يعني، انا خدت الباقي معايا. شايفين؟ جوسي كده وطريه مش ناشفه، ومستويه وزي الفل ومش مكتومه، هشه كده وحلوه وطعمها حلو وريحتها كانت قلبة الدنيا كلها، وطعمها كانك انت شويه على الفحم بالظبط. زي ما انتم شايفين كده جوسي جدا وطريه وطعمها حلو. خلاص بقى احنا مشينا سافرنا زي ما انتم شايفين، وصلنا المكان اللي احنا هنقعد فيه. بقينا دلوقتي في الشقه. ده تاني يوم الصبح. احنا كنا وصلنا بقى بالليل حوالي الساعه 1:30، فسحنا الولاد في الملاهي وكده، وبعدين روحنا السكن بتاعنا نمنا. ده بقى الصبح الساعه 6 الصبح زي ما انتم شايفين كده اهوت. ده احنا عندنا بنروح المصيف بتاعنا في بلطيم، يعني احنا كنا في بلطيم، ده المكان ده.
شايفين الجو عامل ازاي والدنيا عاملة ازاي. خلاص بقى كنا حوالي دلوقتي الساعة 9، خدنا الولاد بقى ورحنا البحر. شايفين المنظر؟ كفاية بس الواحد كده يقعد تحت الشمسية كده على الكرسي ويشوف المنظر ده. بجد حاجة كده حلوة، وحاجة وتغيير للجو. وكمان الولاد كان نفسهم ان هم يروحوا مكان ويتفسحوا كده، كانوا مبسوطين جدا. واهم حاجة عندي ان هم كانوا مبسوطين وفرحانين. شايفين بقى؟ كان نفسه تسمعوا الصوت، بس كان في الصوت زعيق بقى الولاد وكده. شايفين الجو عامل ازاي، والبحر كان فاضي، ما كانش عليه ناس كتير عشان احنا كنا لسه بدري، كان الساعة 9. الناس مش بتنزل هناك غير الظهر. الناس تنزل تنام طول، يعني يسهروا طول الليل ويناموا لحد الظهر، وبعدين بقى بعد الظهر ينزلوا البحر. البحر كان فايق جدا ومفيهوش ناس كتير، والموجة حلوة. والولاد فرحانة وعمالة تجري وتلعب. شايفين بقى؟ انا كنت بوريكم من السكنات هناك بعيد كده اهي. وغيرنا جو يومين ورجعنا تاني على طول ليكم علشان نعمل معاكم وصفات تاني. شايفين بقى الدنيا عاملة ازاي؟ ده السكن اللي احنا كنا قاعدين فيه، وكان قدامنا كده الأراضي دي مزروعة فاكهة وحاجات يعني. وفي ال... في ال... في الخضرة ديت فيه لقينا جزء قرود.